يواجه أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي مصير زميله أليو ديانج الذي تأكد رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي لخوض تجربة احتراف في نادي فالنسيا الأسباني. ولم يجدد أحمد نبيل كوكا تعاقده مع الأهلي، وقد يرحل هو الآخر في صفقة انتقال حر، لا سيما وأن اللاعب لم يتم مفاتحته في ملف تجديد عقده منذ فترة طويلة بسبب طلباته المالية، بخلاف رغبته في خوض تجربة احتراف، حيث سبق وتلقى اللاعب عروض من أندية تركية وبرتغالية في الصيف الماضي، وكان قريب من مغادرة النادي في الميركاتو الصيف الماضي. تعمل إدارة الأهلي خلال الفترة الحالية على ضم لاعب أجنبي أو محلي لتعويض المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق النادي الأهلي الذي وقع على عقود انتقال لنادي فالنسيا الأسباني مؤخرا لمدة 3 سنوات مقابل 1.5 مليون يورو سنويا بزيادة سنوية 200 ألف يورو. وصرح مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن هناك أكثر من لاعب محلي مرشح لتدعيم خط وسط النادي الأهلي، يأتي في مقدمتهم الرباعي المعار من الأهلي لأندية محلية، وهم عمر الساعي في النادي المصري، وأحمد خالد كباكا في نادي زد، وأحمد رضا في البنك الأهلي، بجانب مصطفى ابو الخير الذي رحل من النادي الاهلي الى المصري البورسعيدي الموسم الماضي على سبيل البيع النهائي. لكن الاهلي وضع بند في العقد يمنح اداره القلعه الحمراء الحق في استعاده اللاعب بعد مرور موسم ونصف مقابل 5 مليون جنيه، بجانب مصطفى شكشك لاعب انبي المعار لنادي اهلي طرابلس الليبي. وشدد المصدر على ان اداره النادي الاهلي تبحث عن الانسب من هؤلاء اللاعبين من اجل ضمه الصيف المقبل لتدعيم خط الوسط الذي سيخسر كثيرا على الصعيد الفني برحيل ديانج. قل لي في رايك، هل تؤيد تجديد تعاقد احمد نبيل كوكا مع الاهلي ولا يمشي احسن؟